مقابلتنا مع المتسابقة الثالثة يومي. بجد هي دي مسابقة للتنكر الرخيص؟ كان المفروض تقولولي، ما كنتش هضيع وقتي. أكيد افتكرت إن مسابقة الوحشين في مكان تاني. يلا كلنا نشكر ستيلا علشان المسابقة هتتأجل وهي مش هتقدر تشارك لحد ما كل المتسابقين يكونوا موجودين. إيه؟ أهلاً. بجد هي دي مسابقة للتنكر الرخيص؟ كان المفروض تقولولي، ما كنتش هضيع وقتي. اتلغت. ايه اللي بيحصل؟ كل ده بسبب البنت النيرد؟ أكيد ده مقلب سخيف. لحد ما كل المتسابقين يكونوا موجودين. أنا لازم ألاقي الغريبة دي. هو ما كانش امبارح كفاية؟ أوه يلا، أنا بس عايزة أساعدك تكسبي. من إمتى؟ بصي على وشك، انتي جميلة. أنا مش مصدقاكي، انتي هتكوني جميلة. أوعدك إنك هتاخدي التاج. كل ولد هيقع في حبك. طيب، بس ده مش معنى إن إحنا أصحاب. بصي، دي أحسن حاجة عندي. يا ريت ما يكونش في حاجة تانية. مش هتكوني ملكة بالمنظر ده. يلا نبدأ. عارفة، أنا مش حاسة إن دي أنا. بطلي، بصي، الكل معجب بيكي. أهلا يا جميلة. هو بيقصدني؟ ومين غيرك؟ ممكن تسيبني؟ ستيلا، كل حاجة تمام؟ مش عارفة.
انتي جننتي خالص عشان لابسة زي المهرجين تعملي اللي انتي عايزاه. اتفضلي ارجعي مكانك يلا. بطل يا سابرينا. ستيلا مالك؟ نسيتي ازاي بتتعاملي مع الناس الغريبة اللي زيها؟ أنا فاكرة، وعشان كده الكل بيكرهني دلوقتي. شكرا يا ستيلا. شكرا، أعتقد إنها صدقت. انتي مديونالي بسكرت جديدة يا صديقتي. أنا أكيد هقبله وهتجوز ده أكيد. هو وسيم قوي. انتي بتحبي؟ طيب ده سر محدش يعرف، بس أنا بحبه من زمان جدا. احنا لسه أصحاب؟ انتي كنتي فين؟ واو ستيلا، ده انتي شكلك زي أحدث عضو في نادي الأنمي. آسفة يا سابرينا، أنا بس عندي حاجات كتير أعملها. لصاحبتك الجديدة؟ سابرينا اسمعي، إحنا كنا ملكة المدرسة ودلوقتي انتي مصاحبة نيرد؟ سابرينا هي مش نيرد، هي كويسة. حياتنا كلها لايكس وفولورز، مش صنادل وأنمي. بطلي تضييع وقت. يعني هي فعلا صاحبتك دلوقتي صح؟ طيب وأنا بستمتع معاها. كل اللي أنا وإنتي بنعمله إن إحنا بنتنمر على الناس، ودلوقتي الكل بيكرهني. أيوة، وصاحبتك هتكرهك قريب كمان. جاهزة نمشي؟ لا رجعي. بصوا، يومي بتحب سام بص خلي بالك، اللي هتخليك تتفرج على أنمي. بطلي يا سابرينا، بتدافعي عن صاحبتك؟ كنتي عارفة إن صاحبتك بتستغلك علشان ترجع المسابقة؟ ستيلا هي بتتكلم عن إيه؟ أنا معرفش. اتفضلي بصي. ستيلا يعني ده كله كان علشان تساعدي نفسك؟ انتي افتكرتي إنها تتعب نفسها مع واحدة فاشلة زيك عشان قلبها طيب؟ وأنا صدقت لأول مرة إنك ممكن تعملي حاجة مش لنفسك. صاحبتك الجديدة غريبة خالص. ليه عملتي كده يا سابرينا؟ ما تتكلميش يا ستيلا، انتي اللي كنتي بتستغليها. أنا لازم ألاقي يومي. يومي، أنا ممكن أوضحلك. مفيش حاجة توضحها لي. انتي استغلتيني، خليتيني أبان ساذجة تاني. خدي الميك اب بتاعك والشوز، هبقى أرجع ده بعدين. يومي، الموضوع مش زي ما انتي فاكرة. كل ده كان كدب، بس أنا فعلا حسيت إني جميلة وكنت سعيدة قوي. ده ما كانش بسبب ستيلا، ده كان أنا جميلة. أنا هروح المسابقة دي مش علشانها، علشاني أنا. أنا بوظت كل حاجة تاني. كنت أستحق أتلغي. هي وثقت فيا، احنا فعلا كنا قربنا من بعض، ودلوقتي هي بتكرهني. أتمنى لو كانت هنا. رجعتي طبيعية ولا لسه؟ ممكن نرجع أصحاب تاني. طيب بما إنك مفتقدة ستيلا القديمة قوي، ممكن تاخديها
يمكن عندها حق، يمكن أنا ما أقدرش أكون كويسة. كفاية يا سابرينا، مش كفاية اللي انتي أخدتيه مني؟ دي غلطتك انتي. انتي أرجوكوا رحبوا بمتسابقنا على المسرح. ودلوقتي أقدم لكم المتسابقة الثالثة، يومي. هي دي يومي؟ دي جميلة. الفائزة في مسابقة الجمال هي ستيلا. هي كسبت ثقة المدرسة كلها تاني. شكراً، بس أنا مش شايفة إني أستحق التاج ده. أنا هنا بس علشان عندي دعم من صديقة قلبها سامحني، حتى لو أنا ما استحقش ده. شكراً يا ستيلا، أنا كنت عارفة إنك هتفكري صح. انتي كمان ما تستحقوش يا سابرينا، اهدي. يومي، انتي بس مغيرتيش شكلك، انتي وريتي الكل ان الجمال الحقيقي بيجي من جوه. ولو في واحدة تستحق تكون ملكة فهي انتي. انا كنت عايزة ارجع مشهورة تاني، بس دلوقتي عايزة اكون بس صاحبتك. انا لسه زعلانة منك، بس انا مصدقاكي دلوقتي.